أهلا بيكم في نودي وأسم. وأنا أسم. قبل كده قدمنا في القناة وصفة رز بتوليفة بجد من الوصفات المميزة جدا والمحببة لي، وعلشان كده قررت أعمل النسخة التانية منها اللي بالفراخ. فهي من الوصفات السهلة والبسيطة والسريعة جدا جدا وعملية في نفس الوقت، في نفس الحلة وفي أقل من ساعة هنكون عاملين وجبة متكاملة من النشويات والخضار والبروتين، غير طعمها المميز وخاصة لمحب الرز. مقاديرنا: معانا حبايتين من الجزر وحبايتين من البصل قطعناهم خشن علشان عايزين طعم البصل يظهر معانا أثناء الأكل وبيدينا تست أفضل في الوصفة دي بالذات. وكوب من الحمص، يعني حوالي 300 جرام من الحمص. نص كيلو من صدور الفراخ المخلية هنقطعهم مكعبات، وما ننساش طبعا ننقعها قبلها في مية وملح وليمون ومش أقل من ساعتين علشان تدينا نتيجة أفضل، ودي خطوة مهمة جدا. نص كيلو من الرز والتوابل، معلقة كبيرة فلفل وزيها ملح وحبهان ورق لورا. هنطحن كل التوابل مع بعضها، الفلفل والحبهان ورق اللورا. أول حاجة حاطين ميكس ما بين الزبدة والزيت. هنضيف أول حاجة الفراخ ونوزعها علشان كلها تاخد لون وما تنزلش سوائلها. هنتبلها بمعلقة من التوابل اللي طحناها، بعد ما شوحنا الفراخ تشويحة بسيطة كده هننزل بالجزر ونقلبه لمدة 10 دقايق علشان تكون الفراخ أخدت لون والجزر دبل وكمان دخل في السوا. ده شكل الفراخ والجزر بعد 10 دقايق. هننزل بقى بالبصل يدوب يدبل، وبعدها بننزل بالرز. هنتبله بالملح، هننزل بالرز ونقلب لحد ما يتغلف كله بالمادة الدهنية. بعدها هننزل بالحمص وهنقلب كل المكونات مع بعضها. بعدها هنزل بالمية وتكون مغلية. في المرحلة دي بقى هنغطي الرز ونسيبه على نار عالية، وأول ما يبتدي يتشرب كل السوائل وسوائله تقل هنهدي الحرارة على الآخر، وهغطيه بورقة زبدة على الوش وأسيبه على نار هادية لحد ما يستوي. هتطلع التسوية ممتازة جدا. ادي الرز بعد ما استوى معانا، بيبقى طعمه مميز في الحقيقة، ومن وجبات الرز المفضلة عندي سواء بالفراخ أو اللحم. وده شكله بعد الغرف، ودي قطع الفراخ بتبقى مستوية معانا من جوه. بجد طعمه مميز جدا سواء كان باللحمة أو بالفراخ. كده وصلنا لنهاية الوصفة. استنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسم، وبالهنا على قلوبكم.